سمعتوا صوت القرمشة؟ ايه الحلاوة والجمال ده؟ النهاردة هنعمل شوية رقاق، بس ايه، رقاق من بتاع زمان قوي، من بتاع مامتي ومامتك، جدتي وجدتك، يعني رقاق من الآخر. هنعمله بشوية لحمة مفرومة كده متعصجين أحلى تعصيجة، وهديكوا النهاردة سر شوية رقاق ناشفين، وكمان حتة لحمة مفرومة متعصجة كويس. يلا نقول المقادير. عندي رقاق وبصل وسمنة وكمان شوربة وشوية من اللحمة المفرومة. اول حاجه دي عندي شوربه بط، كنا عاملين بط حلوه امبارح، قلنا بقى النهارده نعمل بيها شويه رقاق حلوين. هاخد بقى شوربه البط الجميله دي وانزلها فين؟ انزلها كده في حله كده صغننه حلوه. هتعمل ايه في الحله؟ هاخدها كده انزلها على النار تسخن قوي. بعد كده عندي بقى شويه من السمنه الحلوين، طاسه على النار، نزلت كده بشويه من السمنه وهبدا كده اسيح. طيب ليه؟ علشان اعصج اللحمه. هي اللحمه الاول ولا البصل؟ انا النهارده هضيف اللحمه الاول. طيب قولولي بقى في الكومنتات، انتوا بتحطوا في تعصيج اللحمه الاول ولا البصل؟ يلا قولولي انتوا بتعملوها ازاي. انا حطيت اللحمه الاول علشان اللحمه اول ما تنزل مع السمنه على نار سخنه قوي، اللحمه المسام بتاعتها تتقفل وما تنزلش اي ميه في الطاسه. زي ما انتوا شايفين بصوا، ما نزلتش اي سوائل، وكمان السوائل تكون محتفظه باللحمه، وكمان تبقى جوسي كده وجميله وزي العسل. بصوا بقى اللحمه خدت كده لون بني من تحت، هبدا كده اقلبها وابدا افتفتها علشان اللحمه بتاعتي ما تكلكعش. لازم كده اقعد افتفت فيها زي ما انتوا شايفين. بصوا كلها سمنه، ما فيهاش ولا نقطه ميه، اللحمه ما نزلتش ميه خالص. هبدا بقى اقلب كويس جدا جدا اللحمه المفرومه، واعصج بقى شويه لحمه مفرومه حلوين علشان الرقاق ابو شوربه البط. عصجنا اللحمه، عصجنا ناقص البصل. دي بصلتين حلوين كده انا مخزنهم. البصل الاحمر دلوقتي رخيص، فممكن تجيبوه وتفرموه وتخزنوه باسهل طريقه. هبدأ بقى أنزل البصلتين اللي أنا عاملهم، وأبدأ كده أقلب البصل مع اللحمة المفرومة. بصوا أنا بحب في الوصفة دي البصل كتير شوية. عايزين تقللوا البصل؟ تمام، على نص كيلو اللحمة بصلتين، إيه، بصلتين حلوين مبشورين. عايزين تقللوا؟ تمام. عاوزين تكتروا؟ مفيش مشكلة. هضيف بقى ده مرقة فورية من عند العطار، مش من المقاطعة. وهنزل كده بملح رشة بسيطة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة، وكمان رشة بسيطة خالص من القرفة، واخر حاجة هنحط ايه؟ السبع بهارات. تمام. وابدا كده اقلب بقى البهارات بتاعتي مع اللحمه المفرومه. بصوا انا زي ما قلت لكم انا هعصجها زي بتاعه زمان. هدي بقى تقليبه حلوه كده للحمه المفرومه. انا عايز اللحمه تتعصج وتبقى طعمها حلو وجميل، والعصاره بتاعه اللحمه تكون اللحمه محتفظه بيها. اديت تقليبة تمام، خلاص مفيش اي سوايل، كل حاجة زي الفل. يلا بينا بقى نروح فين؟ نروح للشوربة. شوربة البط بتاعتي غليت، يبقى يلا عشان نعمل ايه؟ جريمة الرقاق. اللي عامل دايت ما يكملش الفيديو. هبدأ كده اخد بقى السمنة وادهن الصينية بتاعتي. لازم يا جماعة ادهن كويس جدا الصينية. احلى حاجة في الرقاق وفي الجلاش وفي المكرونة ان هم يحبوا السمنة الكتير، فحطوا سمنة وما تقلقوش الرقاق هيشربوا. عندي بقى الشوربة اللي انا سخنتها، اللي هي شوربة البطاية بتاعت امبارح اللي كلناها. هنزلها كده في صينية تكون مدورة على قد الرقاق. تمام. لازم يا جماعة وخلي بالكوا لازم الشوربة تكون سخنة جدا. عندي بقى الرقاق بتاعي، الرقاق ده ناشف عادي. تمام. انا جايبه، انتوا ممكن تجيبوه من اي سوبر ماركت، وكمان من اللي بيعملوا مخبوزات، في ناس بتعمل رقاق، فانتوا عندكم اختيارين. تمام. هاخد كده الرقاقة وانزلها في الصينية اللي فيها شوربة، وابدأ كده يا جماعة اخد بقى من الشوربة الحلوة دي واحط فين؟ احط في الرقاق. الحركة دي مهمة جدا. الرقاق الناشف ولا بيتحط له بيض، ولا بيتحط له لبن، ولا بيتحط له حاجة، بيتحط له ايه بس؟ بيتحط له شوربة، ولازم الشوربة تكون سخنة. عندي بقى الصينية اللي انا دهنتها سمنة، بدأت احط فيها اول راق من رقات الرقاق. شايفين راق ورقاق؟ لا ده احنا بنقول شعر بقى. هبدأ كده ادي شوربة تاني لكل كمية الرقاق عندي، وخلاص هبدأ اخد كل كمية الرقاق واحطها فين؟ ها قولولي احطها فين؟ احطها في الصينية. طب لو وصلتوا للنقطة دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان اكتبولي كومنتات ان الفيديو عجبكم او لا، واكتبولي عاوزين وصفات ايه تاني، وقولولي
اللي انتوا عاوزينه هنعمله ان شاء الله فيديوهات تاني. وما تنسوش تعملوا شير لكل حبايبكم وكل جيرانكم وكل الناس اللي بتحبوها، ابعتوا لهم الوصفة دي، واعملوا كمان منشن لأحلى حد دقتوا من ايده الرقاق. هبدأ بقى احط يا جماعة اللحمة المفرومة. بصوا بقى اللحمة المفرومة نازلة كده ودايبة دوب، وكمان السمنة بتاعتها نازلة وجميلة، وهتدي طعم حلو جدا للرقاق بتاعنا. هبدأ كده بقى افرد اللحمة المفرومة، بس خلي بالك وانت بتفردي اللحمة المفرومة مفيش اي لحمة تكون في الصينية، لازم تكون في الرقاقة نفسها علشان اللحمة ما تتحرقش. هبدأ بقى أكرر كل العمليات اللي أنا عملتها قبل ما أحط اللحمة، اللي أنا آخد الرقاق وأحطه في الشوربة وأنزل بيه فين؟ وأنزل بيه في الصينية. تمام، آخد بقى كام طبقة. طبعا أنا مش عايز أطول عليكم الفيديو، بس كل الطبقات بتاعة الرقاق دي أنا حاطط فيها الشوربة. تمام، ما تنسوش النقطة دي مهمة جدا جدا في الرقاق. تمام، الرقاق بقى بيتقطع قبل ما يدخل ولا بعد ما يخرج من الفرن؟ اكتبوا لي في الكومنتات، يلا هشوف بقى مين شاطر. عندي بقى باقي كمية السمنة، هدهن كده معلقة حلوة كبيرة من السمنة. لو عندك قشطة ممكن تحطي كده ميكس بين القشطة والسمنة وتدهني الرقاق كده من فوق قشطة وسمنة. يا سلام، ده يبقى كده الدايت مش باظ، ده كده يبقى الدايت اتدمر، دكاترة الدايت هيجروا ورايا. هبدأ بقى اخد بقى صينية الرقاق الحلوة دي، احطها على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي تلت ساعة، ما نكترش عليها، بتخرج بالشكل الحلو ده. انا بقى بحب ايه؟ بحب كده اول ما الرقاق يخرج اديله كده ايه، مغرفتين صغيرين من الشوربة عشان يبقى طري وجميل. شايفين مغرفة فوق ومغرفة كده ايه من الجناب، وبعد كده بقى بغطيه واسيبه بقى ايه، واسيبه يتشرف المغرفتين دول. وبعد كده بقى اخد بقى الرقاق بتاعنا واقلبه فين؟ في صينية التقديم. شايفين يا جماعة؟ شايفين الرقاق عسل واخد لون من فوق ومن تحت، والصينية نظيفة ملزقش فيها أي حاجة. هبدأ بقى يا جماعة بالسكينة بتاعتي أبدأ أقطع كده الرقاق زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عاوزين. عندي بقى أول ربع من الرقاق، طبعا ده مين اللي هياكله؟ أنا اللي هاكله، طباخ السم هو اللي بيدوق، صح ولا ايه؟ هبدأ بقى اخد الرقاق بتاعي الحلو ده وابدأ يلا يا جماعة فين؟ يلا نقدمه. بصوا الرقاق حلو جدا وطري وجميل وزي العسل. وزي ما قلت لكم الوصفة دي وصفة من زمان خالص، عايزكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الوصفة. تابعوني على الفيسبوك والتيك توك وكمان اليوتيوب، علشان هننزل شوية وصفات حلوين قوي الفترة الجاية، واكتبوا لي عايزين وصفات ايه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وكومنت وكمان شير عشان يوصل لكل حبايبكم. كان معاكم الشيف أبانوب، وكل يوم هننزل وصفة جديدة، وكمان هننزل ريلز علشان الناس اللي ما عندهمش باقة، وكمان هننزل صور فيهم الوصفات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كان معاكم الشيف أبانوب.